السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلنا نكون بخير وقادرين يا رب كلنا نواجه الحياة. النهارده هنتكلم على so simple topic: الفرق بين الامبورت والبارت والبارت اوف والاكسبورت. هو توبيك لذيذ بسيط قوي، انا بس بستعملهم فقلت واي نوت ان احنا نشير المعلومات دي يعني سوا. طيب ايه هي الامبورت اصلا؟ انا في العاده لما باجي اشرح بنقعد الاول نتكلم عن الفايده ونقعد ندي مشكله ونقعد نحلها، ولكن زي ما قلت ان هو simple topic فالموضوع مش مستاهل يعني بلاش تصعيد الامور. طيب ايه هي الامبورت؟ الامبورت عندنا بنستعملها لما ناخد حاجه من فلاتر، يعني تيم فلاتر هو اللي عاملها، او مش تيم فلاتر بس، انت كمان ممكن تكريت لايبراري. بنكريتها ازاي؟ اي فايل دوت دارت جوه الليب ده هو يعتبر بالنسبه لي لايبراري، وهنشوف ده سوا. طيب معنى كلامي ان اي حاجه بره الليب هي ما نقدرش نستعملها او ما نقدرش نعمل لها امبورت، لان هي بالنسبه لي مش لايبراري بالظبط كده. لكن اي حاجه جوه الليب انا اقدر استعملها وهي بالنسبه لي از لايبراري، واقدر اعمل لها امبورت. امبورت يعني هستعمل المكتبه دي عندي في الفايل ده، او هستعمل الفايل ده اللي هو بقى بالنسبه لي اللايبراري اقدر استعمله في اي فايل تاني عادي جدا. طيب زي ايه مثلا؟ وهنتكلم فيها عن الهايد والشو والاليس. طيب انا عندي مثلا علشان نتاكد بس ان اي فايل بره البتاع ده ما نقدرش ان احنا نستعمله يعني وكده. عندي فايل انا سميته نيو، ما فيهوش اي حاجه خالص، في ميثود اسمها نيهال. طبعا احنا ما بنعملش ميثودز بابليك كده ولا الكلام ده، ولا فايل اسمه نيو ولا الكلام ده ابدا. اتس جاست اكزامبل. المهم ميثود اسمها نيهال، وعملت لها استدعاء في المين عادي جدا. عمل امبورت للفايل اللي اسمه new دوت دارت، هو بالنسبه له لايبراري. لو احنا شلنا الامبورت كده وجينا نعمل مثلا امبورت، يقول لك امبورت لايبراري نيو دوت دارت، هي امبورت الملف اللي هو بالنسبه له لايبراري عندك ده علشان يقرا الميثود اللي اسمها نيال. فاتس اوكي، عمل له امبورت ومفيش مشكله خالص. تعالوا بقى نشيل الفايل اللي اسمه نيو ده بره اللايبراري ونشوف هنقدر نعمل له امبورت ولا لا. تاني ايرور، يقول لك create function. ليه؟ هو اصلا مش شايف ان في فايل اسمه new. طيب تعالوا بقى نرجعه تاني مكانه عشان هنتكلم عن نقطة تانية. الايرور اتشال الحمد لله. طيب فلنفترض بقى انا عندي دلوقتي في new ده two methods ايا كان بيعملوا ايه. فلنفترض انا عندي ميثود اسمها setup وميثود تانية اسمها نهاية. بس هنا بقى قابلني مشكلة ايه؟ عندي فايل تاني اسمه injector في setup. الميثود دي بتimplement حاجة معينة، فلنفترض أيًا كان، هنا مثلًا بتستخدم server replicator وبتاع. الميثود اللي عندي هنا اسمها setup برضه، بس بتimplement حاجة تانية. فجيت أعمل import هيقول لي دلوقتي conflict. بصوا لو شلت الinjector دوت دي هيقول لي إيه؟ وشلت as injector هيديني error شهير بنلاقيه أحيانًا، يقول لك the name setup. الميثود بتاعة الsetup دي is defined in two libraries. اللايبراري الاولى اللي هي في الانجكتور، واللايبراري التانية اللي هي في النيو. استعمل انهي؟ ما هو الراجل برضو مش غلطان، يعني بيقول لك دلوقتي انت عندك اتنين ميثودز اللي هي اسمهم سيت اب، واحده في فايل اسمه انجكتور والتانية في فايل اسمه نيو، وانت عامل امبورت للاتنين. انتوا عارفين لو شلنا الانجكتور خالص عادي هيفهم ان السيت اب دي بتاعه الانجكتور، بتاعه قصدي نيو، فخلاص مش هيجيب لك ايرور. لكن انا محتاج الاثنين. ليه؟ انا محتاج السيت اب بتاعه الانجكتور، بس في نفس الوقت انا عايزه اعمل امبورت للفايل اللي اسمه نيو، علشان انا محتاج ميثود تانية اسمها نهايه، بس مش محتاج السيت اب بتاعته. انا مش محتاج السيت اب بتاعه الفايل بتاعه نيو دي، ان انا محتاج ايه؟ محتاج نهايه بس مش محتاج السيت اب. فنعمل ايه؟ فالامبورت فيها حاجه لذيذه. اول حاجه اسمها اليس اللي كانت اصلا محطوطه في الاول اهي. رجع الكنترول زد كده بسرعه في لما يحصل ايرور كنترول زد بسرعه. دي بتعمل ايه؟ از دي اللي هي الالس نيك نيم. يعني انا هدي للفايل ده نيك نيم، وهقوم قايل النيك نيم اللي انا حطيته ده اللي هو اسمه انجكتور از انجكتور، هقوم حاطه دوت السيت اب. هو كده فهم ان السيت اب دي مش بتاعه الفايل اللي اسمه نيو، ولكن بتاعه الفايل اللي اسمه انجكتور. فكده ادي اول اوبشن. تاني اوبشن ايه؟ ان انا اشيل از دي واقول له والله بص انا عايز من نيو ايه. هو ايه الكونفليكت اللي حاصل؟ ان هو مش فاهم السيت اب دي بتاعت النيو ولا السيت اب بتاعت الانجكتور. فانا ممكن اروح عند النيو واقول له هايد، شيل لي منك السيت اب، الميثود بتاعت السيت اب.
فانا اكني قلت له هات لي كل اللي في النيو دوت دارت اللي هو بقى ميثودز كتيره، بس احنا دلوقتي ما عندناش غير 2 ميثودز مثلا، سيت اب ونهال. هات لي كل اللي في النيو اللي هو من ضمنها نهال ما عدا الميثود بتاعت السيت اب دي. فهو اوريدي برده مش هيجيب لك كونفليكت. ليه؟ لان السيت اب دي خلاص هي اصلا انا بقول له ما عدا ده. واحيانا بتستخدم لو عندي باكج انا مش هستعمل فيها حاجات تانية كتير، فبقول له يعني مثلا عندي باكج مثلا مش جاي في دماغي دلوقتي، بس عندي باكج فيه بتعمل حاجات كتير قوي، انا ممكن اقول له شو منها حاجه معينه بس. طيب ايرور تاني برضو موجود في الدارت زد. الدارت زد فيها كلاس اسمه ستيت، تمام؟ لو دخلت يعني على دارت زد هتلاقي فيها كلاس اسمه ستيت. طب ما هو لو عندك صفحه فيها stateful فهي برضو هيبقى فيها في فلاتر الستيت، فهيديك نفس الايرور تاني، هيديك الايرور ده، هيقول لك الستيت دي is imported from both الباكج بتاعت فلاتر اصلا اللي هي بتاعت الفريم ورك اصلا بتاعتنا، وموجوده كمان في الدارت زد. فانت عايز انهي؟ نفس الايرور بتاعنا. فسواء الايرور ده جاي لك من الباكجات بتاعت فلاتر او من فايلات انت عاملها، ممكن تستعمل الاليس اللي هو انك تحط لها نيك نيم، تحط از وتقول الاسم دوت والبتاع ده والميثود بقى بتاعتك، او ان انت تقول هايد او شو. فاحنا هنا وقتها هنقول له ايه؟ هنقول له والله هايد الستيت، عشان لو عندي صفحه stateful فهي اوريدي برضو فيها كلاس اسمه ستيت، فساعتها يستخدم الستيت بتاعه الكلاس بتاع الستيتفول مش الستيت بتاعه الدارت زد. ليه؟ لان انا مش محتاج دلوقتي من الدارت زد الستيت، انا محتاج منها حاجات تانية زي الايذر وما الى ذلك، فانا هشيل منها الستيت وهستخدم الباقي. وممكن زي ما انا عامله هنا ممكن اقول له مثلا شو نهال بس، برضو مش هيديك ايرور. ليه؟ انا كده مش هستعمل من النيو دوت دارت ده لو هو بقى فيه ميثودز كتيره جدا، مش هستعمل منها غير نهال بس. يبقى احنا عندنا في الامبورت اي حاجه جوه اللايبراري اقدر اعملها امبورت. لو عندي كونفليكت عندي 2 ميثودز او 2 كلاسز في نفس الباكج سواء من فلاتر او سواء احنا عاملينها، بنعمل شو او هايد. شو معناها ان انت هتجيب لي بس، هتوريني بس من الفايل ده نهال زي ما انا عامله كده، او هتهايد كل او هتهايد من الفايل ده نهال بس. يعني هو هنا يا اما هيشو نهال بس يا اما هيهايد نهال بس، فاهمين؟ بس كده. ده بالنسبه للامبورت. الامبورت بتimporت لايبراري زي ما احنا شفنا مع بعض. امال ايه بقى حوار البارت والبارت اوف؟ هو موضوع تنظيمي اكتر من اي حاجه تانية. منصه ادراك بعتل موضوع تنظيمي جدا اكتر من اي حاجه تانية. معنى ايه؟ انا مثلا عندي دلوقتي الكورس سكرين دي، افضل ليا ان انا اعمل ايه مثلا هنا؟ تعالوا نرجع تاني هنا. افضل ليا ان انا اعمل امبورت واخد 15 لاين ولا 16 لاين، ولو البروجكت كبير شويه يبقى فيه لاينز اكتر. مثلا تعالوا ده بروجكت قديم عموما بس لقيته فقلت واي نوت ان احنا نشوفه. يعني كنت مكسله الصراحه. يعني ماشي هنا انا مش عارفه اوريكم ايه، ما علينا. الافضل ليا ان انا احط 16 لاين ولا لاين واحد بس عشان البروجكت بتاعي ما يكبرش مني؟ طبعا لاين واحد بس. ده موضوع تنظيمي اكتر. فالبارت والبارت اوف جايين عشان ينظموا لي الصفحه بتاعتي اكتر، بدل ما انا عمال بعمل امبورت الحاجات كتير في نفس الصفحه. لا، انا هخلي في صفحه يبقى فيها الامبورتات بتاعتي مثلا ال 13 لاين مثلا بتوعي دول او ال 12 لاين بتوعي دول، والصفحه الاساسيه بتاعتي ما فيهاش حاجه غير ان هي بارت اوف الصفحه الرئيسيه. معنى ايه؟ انا كان هي بعمل صفحه اسمها فيتشر لاين وبحط فيها الامبورتات بتاعتي. بتحط فيها ازاي يعني؟ كل اللي عليك تعمله، تعالوا مثلا نشيل الكاتيجوريز سكرين دي وتعالوا نشيل دول، هما هو عمل عليهم بتعمل في الصفحه الصغيره ان هي تبقى بارت اوف. تعالوا برضو نشوف مع بعض ازاي هنعملها. كل اللي عليك انت بتكتب بارت اوف، وبعدين انا هخرج بره الفولدر ده. انا بعلمكم حسن هخرج بره الفولدر بتاع الفيو، فدوت دوت وبعد كده بعمل سلاش ان انا هخرج، وبعد كده هخرج من الفولدر بتاع البرزنتيشن وهكتب بقى اسم الفايل بتاعي. تعالوا بقى نرجع. طيب عايز اعمل امبورت للحاجات دي، بعمل ايه؟ ادي امبورت. هو بقى دلوقتي مش شايفها ليه؟ او بيعمل امبورت هنا ليه؟ لازم اقول له في الصفحه الرئيسيه ان ده هيبقى بارت، يعني ده الفايل الكبير اللي هيبقى فيه معظم الفولدر الامبورتات بتاعتي، فبعمل ان هو بارت من الكاتيجوريز سكرين.
والتانية part of الفايل اللي هو بتاع الفيتشر لاين ده بس. فانا عملت هنا ادي اهو اديت له المسار بتاع الكاتيجوريز سكرين، والكاتيجوريز دي مكتوبه غلط بس يعني بروجكتات قديمه فتمام. فهنشيل ده كده، هنلاقي نفسنا بنعمل import. كل حاجه بقى هتروح فين؟ كل الامبورتات دي ما عادتش عندي فوق، انا ما عنديش غير لاين واحد بس فوق، فالموضوع زي ما انتم شايفين تنظيمي جدا. هنروح بقى للفيتشر لاين نلاقي كل الامبورتات بقت عندي موجوده هنا بس، وكل اللي انا عملته بارت وبارت اوف. في الفايل الكبير اللي انا احط فيه الامبورتات بتاعتي هيبقى بارت، انما في الفايل التاني هديله المسار بتاع الفيتشر لاين ده وهيبقى بارت اوف. بس كده الموضوع بكل بساطه تنظيمي اكتر. طيب ايه حوار بقى الاكسبورت؟ يعني احنا كده عرفنا. انا عاده بعملها في فايل، يعني فايل دوت دارت كده بره يعني جوه من بره كده، جوه من بره حلوه، يعني يبقى فيتشر لاين كده من بره داتا دومين مثلا برزنتيشن، والفيتشر لاين بتاعي بحط فيه الامبورتات بتاعتي كلها، وبشوف مثلا عندي كاتيجوريز سكرين وعندي الموبايل والتابلت والويدجتات كلهم بيبقوا بارت، وبروح هناك اقول له بارت اوف، ويبقى الامبورتات بتاعتي كلها موجوده هنا. الموضوع بيبقى شكله تنظيمي اكتر ومش بياخد لاينز اكتر من الفايل بتاعي. كل ما الفايل بقى سيمبل اكتر واضح اكتر هيبقى مفهوم اكتر. دي حاجه. بس بنبتدي بقى. دي بالنسبه للبارت والبارت اوف. طيب في عندنا بقى حاجه تانية برضو لذيذه قوي اسمها الاكسبورت. الاكسبورت دي بتعمل ايه؟ انا بحطها في فايل اسمه اكسبورت، انت ممكن تسميه هيلبر او ايا كان، هي كلها كده كده مساعدات يعني، جوه اليوتلز. تبقى ايه بقى؟ والله الفايل ده بالنسبه لي بحط فيه الامبورتات للحاجات الشائعه في الابلكيشن، زي مثلا الماتيريال بتاعتنا ما هي هتستعمل في الابلكيشن كله. يعني الابلكيشن كله، بصوا الفيتشر لاين دي امبورت الحاجات جوه بس الفايل بتاع، يعني كاتيجوريز سكرين. هي هتحتاج ايه؟ ممكن تحتاج الويدجت بتاعت الموبايل كاتيجوريز ويدجت، ممكن تحتاج التابلت كاتيجوري ويدجت، وهتحتاج الويدجتات بتاعتها صح، اللي في الفيو الويدجتات بتاعتها هتحتاجها، فانا هعمل لها ساعتها import. فده حاجه الفيتشر لاين ده امبورتات لحاجه على مستوى الفولدر. لكن لو حاجه على مستوى الابلكيشن زي الماتيريال، هو في كل مره هحط زي مثلا الاب كولرز، لو انت عندك فايل اسمه اب كولرز، الريسبونسيف اكستنشن، الاب تكست ستايل، الريسبونسيف ويدجت، الراوت مانجر، الراوت نيمز، الكاستم باتون، الحاجات اللي انت تشوف انها على حسب البيزنس برضو بتاع الابلكيشن بتاعك، بس الحاجات اللي تشوف ان هي على مستوى الابلكيشن كله هتبدا ان انت تستعملها، الاب سترينج، الاب اسيتس، دي حاجات هتستعملها في الابلكيشن كله. يعني مش هتعملها امبورت مره ولا اتنين. زي ما انا جوه فولدر الكاتيجوري، انا مش هستعمل الكاتيجوري موبايل دي ويدجت غير في جوه الفولدر ده بس، فانا خلاص انا مش محتاجه غير هنا، فانا حطيتها في الامبورتات اللي جوه الفيتشر لاين. لكن زي ما قلت لك الماتيريال، الاب كولرز، الاكستنشن، الاب تكست، الريسبونسيف، الكاستم باتون، على حسب برضو البيزنس بتاعك، دي حاجه انا هستعملها في الابلكيشن بتاعي كله. فانا بعمل لها ايه؟ بكل بساطه بتعمل اكسبورت، والمسار بتاع الحاجه اللي انت عايز تعملها. وبعدين بتيجي بقى الهايف مثلا، ما انت هتستعملها في الابلكيشن كله، الفلاتر بلوك، اي حاجه تستعمل على الابلكيشن كله بحطها هنا، وبتكتب قبلها بدل امبورت اكسبورت. وبعدين تيجي بقى براحتك عادي جدا تعمل امبورت للفايل ده. معنى ايه؟ انا هنا عامله امبورت للفايل بتاع الاكسبورت بدلا من انا اكيد في الصفحه بتاعت الكاتيجوريز مثلا هعمل امبورت للماتيريال، وهعمل امبورت للاب كولرز، وهعمل امبورت للريسبونسيف اكستنشن. فانا بدل ما اخد كل دول كده امبورتس عندي جوه الفيتشر لاين، يعني بدل اشيل بقى طبعا، بس اشيل الاكسبورت دي واخليها امبورت. بدل ما اعمل امبورت لكل الفايلز دي، لا انا عملت امبورت الفايل واحد بس، بالنسبه لي ده هيلبر اسمه الاكسبورت. بصوا بقى كده هيديني ايرور. بصوا لو رحنا بقى دلوقتي هتلاقي حاجات كتير بقى هتعملها، مش هاخد الاكسبورت يا عم، انا عايز الماتيريال. طب وبعدين هنروح ناخد الكاستم بار، كاستم اب بار، وهنروح ناخد الاب سترينج. وبصوا بقى هنروح ناخد كام حاجه، وهنروح ناخد البلوك، وهنروح ناخد الانم، ورحت خدت الاورينتيشن ايتم اللي انا عاملاها للريسبونسيف ويدجت، ورحت خدت الاكستنشن اللي عاملاها للبادنج، responsive extension.
وهنروح بقى كذلك. بصوا بقى الفيتشر لاين دلوقتي بقت كام لاين. انا عملت امبورت لكل دول، من اول الفلاتر بلوك الماتيريال اهو. كام لاين كل دول؟ ومش المشكله بس كده، لا، المشكله ان انا واقفه معاك هنا في الفايل بتاع الكاتيجوري ده عمال اعمل امبورت امبورت امبورت، في حين ان انا كان ممكن ارجع كنترول زد بقى. في حين ان انا ممكن هنا اصلا اعمل ايه، بدل ما انا مثلا عندي 2 ايرور ولا زي ما كان في الصفحه اللي قبلها 7 ايرور واقعد قاعده عماله بعمل امبورت، لا، انا عملت امبورت الاكسبورت فايل ده، خلصت الايرورز كلها. ليه؟ لان هي كلها بقت في الفيتشر لاين وهم بارت اوف من ده. وتاني حاجه انا مش خلاص، ما عادش بقى محتاج، ما عادش محتاج كل دول اصلا، ما عادش محتاج كل الفايلات دي. يبقى انا قللت في عدد اللاينز دي اول حاجه. تاني حاجة بدل ما أنا عمال باضغط على الايرورز وعمال أروح لها، لأ، أنا عندي فايل واحد فيه كل الحاجات اللي متعارف عليها اللي أنا دايما هستعملها. شوفوا كام حاجة، كام حاجة متوفرة عندي. كل ده احنا عملناه زيادة، في حين ان انا كان ممكن لاين واحد بس هو فيه كل الفايلات بتاعتي دي. يبقى انا بستعمل الاكسبورت لو حاجه على مستوى الابلكيشن كله هستعملها از بزنس، واز ان هي زي الماتيريال وما الى ذلك، هي موجوده في فلاتر ولازم كده كده هتعملها امبورت في الفولدرات كلها. فيتشر لاين اللي انا بعملها دي انت ممكن تسميه الفايل بتاعك اي اسم، ممكن تحطه جوه البرزنتيشن او زي ما انت عايز، بس انا بحط فيه الحاجات بتاعت الداتا والدومين والبرزنتيشن كلها امبورت هنا. فانا بحط فيه الحاجات على مستوى الفولدر بتاع الحاجه بتاعتي دي، يعني مستوى الفولدر بتاع الكاتيجوريز حتى الامبورتات بتاعته بس. فاهمين؟ وطبعا فهمنا برضو الفرق بين الاكسبورت بارت اوف والامبورت. اتمنى ان الفيديو يكون لذيذ بسيط على قلوبكم، واتمنى يكون فاتكم. وبس كده، ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنتكلم عن الاي اي برومبت وازاي نستعمل الاي اي في تسهيل الكود اكتر وما الى ذلك. ادعوا لي ان شاء الله نقدر نوفر وقت لحاجه زي دي، عشان حابه قوي ان احنا نتكلم عن التوبكس دي ان شاء الله الفتره الجايه، خاصه ان الشركات بقت بتهتم قوي بحاجه زي دي، علشان العميل بيضغط عليهم ان هم يسرعوا الدنيا لان العملاء بقوا فاهمين. فعايزين حد يكون فاهم الحاجات دي، فان شاء الله هشير معاكم حاجات زي دي. بس اتمنى لكم يوم سعيد. باي.